رجعنا مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد، مكملين مع بعض. وصلنا لفقرة فيها وجه شاب فنان جميل شفناه في رمضان. يمكن ناس كتير جدا بتقعد عمر طويل قوي علشان تظهر بس في رمضان. سيزون رمضان سيزون مهم بيتعرض فيه مسلسلات مهمة جدا جدا. يمكن الفنانين كبار والنجوم يمكن بيحصل بينهم صراعات على الظهور في رمضان. النهارده الفنان اللي معانا هو فنان ظهر في رمضان لأول مرة في حياته، بقاله 8 شهور بس في مجال السينما او في مجال يعني الفن عموما. هنكلمه على التجربتين اللي اتعامل فيهم لاول مره في حياته. هما تجربتين مهمين جدا. اول تجربه هي العمليه ميسي، التجربه الثانيه اكسلانس لاحمد عز. طبعا مسلسلين مهمين عليهم نسبه مشاهده عاليه جدا، فخلينا كده نتعرف عليه ونشوف ايه المشاريع اللي جايه بعد العملين دول وبعد رمضان، وان شاء الله الموضوع يبقى فيه كلام كتير جدا. صباح الخير يا كريم. صباح النور. كريم مأمون. انا مبسوطه ان انت موجود معانا النهارده، وعايزه اقول لك كل سنه وانت طيب، وعايزه اقول لك مبروك على ظهورك في رمضان لاول مره في العمليه ميسي ومسلسل اكسلانس مع احمد عز. طبعا كل سنه وانت طيبه، والساده المشاهدين كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يكون عيد مبارك كده ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نشوف كده مشهد الاول صغير من العمليه ميسي، ونرجع ندردش كده مع بعض في دخولك او ظهورك في المسلسل ده. جه ازاي ومين رشحك والموضوع جه ازاي في الاول؟ يلا يا كريم. مسلسل العمليه ميسي حاز على اعجاب ناس كتير جدا. هو مسلسل كوميدي ومختلف، والتيمه بتاعته كمان مختلفه عن المسلسلات اللي موجوده السنه دي في رمضان او المعتاد اللي احنا بنشوفها في رمضان يعني. فانت ظهرت في مسلسل مختلف كوميدي، فاكيد الناس كلها هتبقى حابه ان هي تشوفه. وكمان الاداء التمثيلي لاحمد حلمي ده مخلي كمان المسلسل عليه نسبه مشاهده عاليه جدا. قول لي بقى مين رشحك للمسلسل والموضوع جه ازاي اساسا؟ هو طبعا الموضوع جه عكسي شويه. انا اول حاجه كنت دخلت مسلسل اكسلانس، واللي رشحني الاستاذ هاني عبد الله المنتج الفني، رشحني للاستاذ احمد المناويشي. كانوا عايزين كاركتر شكل ضابط مخابرات امريكي. تمام. فما رحت قابلت الاستاذ احمد المناويشي فاقتنع يعني لما شافني فقال لك لا هو ينفع في الشخصيه. فطبعا اول حاجه انا كانت امنيه من قبل ما اخش الوسط ان انا اشتغل مع يعني 4، يعني احمد عز واحمد حلمي، دول كانوا اهم حاجه بالنسبه لي، وكريم عبد العزيز واحمد السقا. انت لازم تبخر نفسك على فكره الحمد لله. لان انت كده احلامك بتتحقق بسرعه قوي ما شاء الله. الحمد لله يعني. عندي يقين الحمد لله يعني. فلما رحت لقيت ان المسلسل انا فاكره احمد حلمي، فقالوا لي لا ده صوت احمد حلمي. فقلت مش مشكله يعني، الواحد لما يبدا بالصوت اكيد واحده يعني واحده هنجيب الباقي بكره ان شاء الله تقف جنبه. فطبعا انا عجبني الموضوع جدا. الاستاذ احمد المناويش تعب جدا، عامل حاجه مختلفه، كوميديا محترمه جدا، تبقى فخوره وانت العيله كلها بتتفرج. مفيش اي خفيف وحلوه فعلا، اي الفاظ، مفيش اي حاجه. وبالعكس اديتك الحاجه اللي انت يعني بتضحكي بشكل جميل جدا ومبسوطه. تحس ان انت مستنيه الحلقه. فانا بصراحه بشكر الاستاذ احمد المناويشي جدا على العمل الرائع ده، والاستاذ احمد صالح طبعا المخرج برضو. ده بالنسبه لاكسلانس، ده بالنسبه للعمليه ميسي. هو صوت طبعا الاستاذ احمد حلمي طبعا، لكن اداء الاستاذ محمد ابو السعود يعني الممثل اللي هو بيعمل الكاركتر بتاع القرد نفسه، محمد ابو السعود. اداؤه هايل جدا، متمرن كويس جدا طبعا. وحقيقي بصراحه يعني انا بشكره جدا على تعبه بجد يعني. لا هو عامل مجهود كبير يعني جبار بصراحه في المسلسل يعني. خليني ارجع لك مره ثانيه يا كريم، وانت لاول مره بتقف قدام الكاميرا يعني كان في تحضير قبل كده؟ ازاي واجهت الموضوع؟ يعني الموضوع مش سهل ابدا ان انت تكون موجود في مسلسلات مهمه في رمضان يعني، وتاخد ادوار طبعا مهمه. فانت كان في تحضير قبل كده من عندك؟ انت دخلت ورشات عمل، وقفت قدام كاميرا مثلا قبل ما تقف في المسلسلين دول، ولا ايه الحكايه؟ هو طبعا انا لما بدات يعني انا بحب دايما اي حاجه اعملها بشكل يعني بروفيشنال اكتر. فانا اخدت ورشه عند مروه جبريل، يمكن من اجمد الورش الموجوده في مصر. الحقيقه اتعلمت كويس جدا هناك، ومن خلال التعليم ده بيخليك ان انت ازاي لما بيجي لك دور ازاي تحافظي ان انت او تبقي شاطره في ان انت تحضري للشخصيه كويس جدا. فلما جات لي العمليه ميسي، اولا هي بتعتمد على كوميديا الموقف، يعني الكلام فيها قليل جدا، بس الرياكشن اللي بعمله هو اللي هيضحك. يعني اللي هيخلي المشاهد لما يتفرج لازم يضحك. فده بيعتمد على ده اصعب بكتير جدا من الكلام. بالظبط. ده محتاج يعني لما خدت الشخصيه بادي لانجوج دي ازاي تعرف تتحكم فيها. طبعا. فذاكرت شخصيه مايكل كويس جدا، وانا مبسوط جدا الحمد لله يعني. واكتر حاجه انا مبسوط ان الاطفال متعلقه بيا، يعني انا لما بتواجد في مكان بيبقى فيه اطفال فمبسوط جدا. هم عارفين مايكل ان هو دايما كان بيحاول يهرب مني وبيهرب طبعا.
فانا مبسوط طبعا ان حضرت الموضوع كويس، وان هو الحمد لله ان هو نال اعجاب ما حصلش انه حد اداك كومنتس كتير وانت في وقت تصوير المسلسل واتعلمت؟ يعني دايما اي حد بيقف لاول مره قدام الكاميرا في حاجات تفاصيل كتير جدا ما تبقاش يعني لسه واخد باله منها يعني، فده حصل معاك ولا انت برضو ما شاء الله الله اكبر الحكايه ماشيه معاك حلو يعني؟ لا يعني بص، هو يعني الحمد لله ممكن يكون حصل ده في اكسلانس تمام، لكن طبعا انت مجرد ما بتخشي يعني الخبره جوه اللوكيشن. ليه؟ عشان اكسلانس كان اول حاجه خالص. الاول تمام. فانت بتاخدي خبره اللوكيشن اول مره وتاني مره، فبتلاقي نفسك عندك يعني مره واحده بتكتسب الخبره وانت جوه اللوكيشن. لكن طبعا في كل الفنانين كانوا بيدعموني جدا، ايمي كانت بتدعمني جدا، الاستاذ صلاح عبد الله كان بيدعمني جدا، انا ما شفتش ممثل الحمد لله، مدين طبر، كل الممثلين بصراحه كانوا بيدعمونا جدا، كانوا كويسين. ودي حاجه الواحد كان سعيد بيها، ان الواحد كوجه جديد بيحس ان هو داخل مكان، يحس ان هو متواجد بالناس وسطهم، يعني بتحس ان هم بيقوموكي بسرعه او بيدولك خبره بسرعه عشان خاطر ان انت تطلعي بشكل كويس يعني. لا بس معانا انت كمان مدتنا بشويه صور للوكيشن والاماكن اللي كنتوا بتصوروا فيها في اكسلانس، مش كده؟ ده اكسلانس بس. الاستاذ طبعا محمد الخولي ده الستايلست اللي هو طبعا مدي الكاركتر او الشكل اللي انا كنت طالع بيه. طبعا الفنانه انتصار دي كانت فنانه جميله، غير كده ان عندها جمال روح غير طبيعي، وكانت طبعا كل مشاهدي معاها، وحياة دعمتني كتير وانا بشكرها جدا وبقول لها كل سنه وانت طيبه يعني. لا كل سنه وهي طيبه، وهي عامله بصراحه رمضان اللي فات والسنه دي عامله دورين حلوين جدا. الاستاذ محمد الرشيدي طبعا المخرج المنفذ، مخرج عظيم جدا، كان بيديني طبعا تعليمات كويسه قوي، كان بيعلمني حاجات كتيره، وحقيقي ده فادني كتير جدا في الفتره اللي في التمثيل بعد كده يعني. معانا صور تانية طبعا الفنانه الجميله منى فضالي، تعتبر اختي جدا في الاكسلانس، وكانت مدعماني جدا، والحقيقه حسيت ان احنا من بدايه التصوير ان احنا يعني اكننا نعرف بعض بقالنا كتير، والرهبه يعني راحت بسرعه كده وانت واقف قدام النجوم دي كلها. هم اللي احتووني، فده اكتر حاجه هي بسطاني. ده بقى الاستاذ هاني عبد الله، يبقى يعتبر اخويا الكبير يعني، هو اللي رشحني في العمليه ميسي. ان شاء الله كمان نشوفك، يعني انا عايزه اسالك برضو واعرف منك حاجات كتير في المستقبل، انت ناوي على ايه؟ وهل في لحد دلوقتي مشاريع ولا لا؟ بس خلينا اتكلم بقى عن اكسلانس، وانت برضو لما كنت بتذاكر الورق وقاعد في حرفه كده في قرايه الورق، يعني مش طبعا. كل الناس بتقدر توصل للمرحله دي غير بعد فتره طويله جدا من الشغل جوه الميديا. حد ساعدك من الموجودين معاك في كاست العمل؟ انت ازاي تقرا وازاي يبقى ليك تفاصيلك وازاي؟ يعني انا ملاحظه ان انت في المسلسل عندك كده لازمه بتقولها اللي هي فولتايا. قول لي بقى دي جايبها منين يعني؟ لما خدت الورق بتاع الدور، بصي الدور الاكسلانس هو صغير جدا لكن محوري جدا، يعني هو اللي بيبان فيه شخصيه انتصار عامله ازاي، وكمان بتزرعني ببقى جاسوس على احمد عز، وده مهم كان جدا. الفيديو اللي انا هصوره وهو متواجد في فيلة الاستاذ احمد حلاوه، حاولت ان انا ازاي من الدور الصغير ده، ودي من خبره التدريس بقى لما انت بتدرسي في ورشه تمثيل كويس، ازاي من الدور الصغير ده ان انا اطلع بتيمه او لازمه الناس تعرفني بسرعه، وده كان اهم حاجه. انت شاطر يعني. الحمد لله يعني. فلما كانت اول مشهد مع انتصار، المفروض هي بتسالني على رانيا الملاح، هي كان السكريبت كان حاجه ثانيه خالص، هي بتسالني على رانيا الملاح، بقول لها دي جديده على المكان، بقى لها كام يوم، بتيجي تقعد مع نفسها ساعه، بتلعب على الباب بتاعها وتتكل. الموضوع كان بسيط جدا. فذاكرت مع مروه جبريل، انا كنت عايز اعمل حاجه مختلفه يعني، فكنت مره كان من اكتر حاجه كوميديه يعني، ان كنت لقيت واحد واقف في الشارع بيعاكس واحده بشكل مختلف جدا، يعني بيقول مصطلح كلمه عباره عن لقيته بيقول كلمه كابل كهرباء، فقلت ايه كابل دي؟ فانا بصيت على الكلمه كده ما عجبتنيش يعني. المهم لما رجعت يعني دي كلام عايز اقول لك من فتره، من سنتين ثلاثه، ويمكن اهم حاجه للممثل ان هو طول ما هو ماشي بياخد شخصيات، بيخزن بقى، بيشحن، باخد شخصيه احفظها طول الوقت. وانا قاعد معاكي اخد حاجه انت بتتكلمي بشكل معين بحفظها، بتبقى جوايا، لما يجي وقت ما بيجي لي ورق بقدر اطلع الكاركتر ده. مظبوط. فلما جيت بقى الدور، فرحت لمروه جبريل فقلت لها انا عايز اعمل كلمه على رانيا الملاح تبقى مختلفه يعني، وتبقى ما بتبقاش كمان يعني ما تبقاش مضره، كلمه عاديه يعني. ايوه. فجبنا الموضوع الفولت بقت فولتيه، اللي هي تبقى فولتيه انثى بقى، انثى يعني. فقلت تبقى كلمه جديده يعني. والحقيقه انا مستغرب ان من اول ما اتقالت في الاول مشهد، من ساعتها وهي ابتدت على الفيسبوك الاول بدات ان هي الحمد لله الناس تعرف بسرعه،
ده يعني كريم مأمون. ردود فعل الناس كانت ايجابيه جدا على الدور بتاعك، يعني حتى الناس اللي حواليك واللي يعرفوك كويس كان ايه كلامهم على ادوارك اللي انت قدمتها؟ انبسطوا جدا ان الحمد لله انا اول ظهور ليا، اكيد انت لسه في البدايه ولسه بتتعلمي، فالحمد لله من اول ظهور يبقى فيه قبول كده بالشكل ده، فده كويس وبالعكس ده بيدعمني اكتر ان انا اعمل حاجه مختلفه واركز اكتر يعني. صحيح. فالحمد لله كانت الردود كويسه جدا. لا يعني انا بتمنى لك كل التوفيق وجود لك ان شاء الله يعني. وهل في بقى حاجات قريب يعني، هل في دلوقتي تحت ايدك ورق بتقراه، حد مرشحك في حاجه، في مشاريع قريبه ان شاء الله انت ممكن تاخدها؟ ولو اني عارفه انه الفتره دي فتره بقى ركود شويه، يعني الناس بتقعد ترتاح بقى شويه علشان تشحن مره ثانيه للسيزون اللي جاي. لا انا بصي اللي عنده هدف ما بيبقاش يعني ما بيقعدش. اللي عنده هدف حقيقي وباصص له كويس مش هيهدى لما يحققه. وان شاء الله طبعا الفيلم بتاع احمد حلمي يكون ان شاء الله فيه انت كمان يعني ما شاء الله الله اكبر، انت عندك فيلم صنيع في مصر. صنيع في مصر مع احمد حلمي، وده هينزل في سيزون العيد ده على طول الجاي. احنا في هو دلوقتي اللي احنا فيه دلوقتي بالظبط. الفيلم ان شاء الله يعني يا رب يكون الناس حقيقي عجبها، وحقيقي الفنان احمد حلمي طبعا لازم اشكره لان هو فنان حقيقي انا بحبه جدا ومضيف وبيعمل كل حاجه بشكل مختلف ومتميز جدا في الحقيقه في الاعمال بتاعته. بصراحه انا بحب دايما ابقى يعني كان طموحي ان انا ابقى مع احمد حلمي وربنا سبحانه وتعالى حقق لي الطموح ده. يعني ما شاء الله انت اشتغلت معاه في اداء صوتي وانت جيت قلت انا كان نفسي امثل معاه والحمد لله. طب التجربه جت ازاي؟ مين رشحك؟ جت عن طريق الاستاذ فاضل الجرحي. يعني كان الاستاذ فاضل الجرحي رشحني للمخرج عمرو سلامه في دور. بصي المشهد مع حلمي هو بطوله حقيقي، يعني انا لما مثلت مع حلمي حقيقي المشهد معاه بطوله. انت وشك كمان لما بيتكرر في اكتر من عمل مهم في ابطال، ده بيساعدك جدا الفتره اللي جايه كمان. مهم جدا، والكاركترز كانت مختلفه في الثلاث ادوار ودي حاجه بصراحه انا مبسوط بيها جدا. طب دورك بقى في الفيلم مع احمد حلمي ايه الدور؟ بصي عشان ما نقدرش ان احنا نقول بس عشان ما تحرقش الدور، بس قول لي ايه يعني الكاركتر ايه؟ هيبقى شخصيه غيوره جدا. غيوره قوي. انت في الفيلم قريب من احمد حلمي قوي؟ لا خالص. هو طبعا احمد حلمي هو طبعا ده في البرومو يعني هو مخه بقى مخ الباندا والباندا بقى مخ احمد حلمي. من هنا بيحصل كوميديا الموقف. وبيعجبني في احمد حلمي انه بيركز اكتر على الاطفال، من الاطفال للكبار، بياخد عيله عشان بيحترم جدا ان انت لما تيجي تقطعي تذكره سينما وتروحي ليا تجي لي عشان تتفرجي عليا لازم اعمل لك عمل يتناسب معاكي. عموما الناس كلها كمان تنبسط، يعني لو عيله كلها رايحه كلهم يضحكوا وينبسطوا الحاجات دي بالظبط. يعني يعمل حاجه بصراحه بشكل محترم، وانا ببقى سعيد بالتعامل مع احمد حلمي. انت كنت بتحب تتفرج على افلام الابيض واسود والفنانين الجمال العمالقه بتوع زمان؟ مين اللي كان بيعجبك وبيشدك؟ بصي انا اكتر اتنين بيشدوني عامه يعني طبعا كتير، بس طبعا اكيد انا احمد زكي الله يرحمه ده اكتر حد بيشدني جدا. وبالنسبه للفنانه سعاد حسني انا بحبها جدا، يعني اتنين عمالقه طبعا وكبار والله يرحمهم. بعشقهم جدا، كانوا عملوا اسعدونا كتير يعني. لكن اعمال كتير حلوه بصراحه، يعني كل ما انت بتتفرجي. وبعد كده مصر بقى فيها تطور دلوقتي قوي بصراحه. كنت سعيد جدا وفخور في رمضان بشايف الشكل التصوير اللي اختلف جدا، مسلسلات مصروف عليها بشكل مختلف، وعندي احساس ان احنا ان شاء الله هنوصل لدرجه عاليه جدا الفتره اللي جايه باذن الله. لكن انت ما شاء الله لما اشتغلت مع مخرجين مهمين اكيد بتطلع بتجربه فيها تفاصيل كتير، فيها نصايح كتير، فيها مليانه يعني كل تجربه انسان بيعدي بيها، وخصوصا لما تبقى في الاول مع ناس مهمه جدا بيستفيد منها قوي. ايه اللي استفدته من التجربتين دول وعايز تاخد بالك منه ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ بصي لما اتفرجت على نفسي ابتديت اقول ايه ده، لا انا كنت ممكن اعمل الحته دي بالشكل الفلاني، كنت اعمل الحته دي بالشكل الفلاني. وبعد كده بقيت اخد خبره الوقفه مع الكاميرا برضو، يعني انا ممكن المفروض الحته دي ابقى واقف بالشكل الفلاني، فده بيفيدني. ما انا بقول لحضرتك الخبره دايما هتيجي جوه اللوكيشن طبعا. فلما اتفرجت على نفسي قلت لا انا لو عملت الحاجه بالشكل الفلاني هلاقي كذا. حتى لقيت في ميسي ادائي عالي جدا لان كانت الاول اكسلانس، فانا بعد كده انت خدتي خبره شويه فالموضوع بتبتدي. بس هي اكتر حاجه طبعا بتخوف، يمكن انا اسمع نجوم كبار لحد دلوقتي بيخافوا كلمه اكشن، يعني اول ما وفعلا بتخوف مهما تكوني حافظه اول ما اقول اكشن في حاجه مش مظبوطه. فالحمد لله يعني بتنسى بقى ولا ايه اللي بيحصل يعني؟ بصي هي المشكله ان انت بتبقى جوه جسده شخصيه معينه عايزه تطلعيها بشكل اداء معين.
الكلام طبعا لو ويمكن دي نصيحه لكل الناس، لكل زمايلي اللي احنا بادئين مع بعض، لازم نحفظ الكلام معين، يعني الكلام لازم محفوظ جدا، عشان مجرد لو انت ركزتي في الكلام هيختلف ادائك. بس هي في رهبه، يعني مجرد ما يقول اكشن، انت عارفه لو المخرج ما يقولش اكشن ويسيبها طبيعي، كان الموضوع اكشن دي تحس ان انت خلاص كل الناس بصالك. تمام صحيح، فبتجي لك بتتلخبط. انت اشتغلت اشتغلت سينما، اشتغلت دراما، وناقص بقى المسرح، يعني لان المسرح ده بقى الغول، هو الغيلان هم اللي بيقفوا عليه طبعا، يخوف بقى جدا وفعلا، بس في متعه كبيره قوي. انت عندك استعداد وحابب تقف على خشبه المسرح، ولا لسه مأجل بقى الحكايه دي دلوقتي خالص، لانه بتبقى محتاجه منك شويه مجهود؟ بحاول اخد كورس دلوقتي كمان في حاجه في المسرح، لان بصي انا بحب اتعلم حاجه احب اتعلمها صح جدا، يعني احب اخد كل المميزات اللي فيها. حقيقي طبعا المسرح ده اساس التمثيل، والحمد لله انا عندي كاريزما الحمد لله، يعني دي عندي شخصيا، انا ما بخافش، فتلاقيني ما عنديش مشكله في اي حاجه. تحب تجرب كمان حاجات كتير جدا. يعني انا بحب دايما، انا شخصيا يعني والدتي طبعا دايما تقول عليا مغامر. انت كل عمل بتخشه لازم تروح تعمل كورس او تاخد تعمل تذاكره، مش بس بينك وبين نفسك، لا تروح تذاكره مع حد بروفيشنال؟ بصي يعني انا طبعا لا بذاكره مع نفسي، بس مهم جدا انك يعني مش تصرفي على شغلك، بس انك توصلي بشكل محترم جدا. يعني اصل في مشاهد بيتفرج عليا، لو انا ما بتمرنش كويس وبطلع له بالشكل اللي هو يحترمني بيه، يبقى انا مش هوصل لشكل مختلف. فانا لازم ابقى مختلف عشان المشاهد يحبني جدا. فبالعكس لو حاسس ان انا هقدر اذاكره بشكل يقدر يضيف، اوكي. لو لقيت نفسي انا مش عارف احط حاجه معينه، يعني شايف ان الشكل بقى طبيعي، لا اروح اذاكره مع حد بروفيشنال اكتر، يديني تيمه تخليني تساعدني اني اطلع بشكل نفسك مختلف. تقدم دور مين؟ كان نفسك ايه الدور اللي معلم معاك قوي وكان نفسك تقدمه؟ يعني اكيد طبعا هيكون لاحمد زكي، لان انت بتحب احمد زكي جدا. ايه الافلام اللي كان نفسك انت تعملها مثلا؟ طبعا زوجة رجل مهم، انا بحبه جدا. ده كل الناس، يعني مش عارفه ليه كل مثلا اي فنان لازم يقول زوجة رجل مهم. هقول لحضرتك ليه. اولا الفنان احمد زكي الله يرحمه كان يعني اقول لك على حاجه كده من ورا الكواليس، يعني كان في مشهد بيصوروا لو كان هو الضابط بيحقق امن الدوله، بيحقق مع الكاتب، واحمد زكي واقف بيتفرج على التحقيق، فما عجبوش، قال له قوم عشان انا اقعد احقق، انت بتحقق معايا بادب كده ليه يعني؟ فلما جه قعد، المشهد المفروض لما كان بيتصور حقيقي هو ان هو هيقعد بس، فمعلش قال للمخرج معلش احنا عايزين نعيد. فقال له يا احمد تعيد ايه ده؟ انت المشهد ان ده بيقوم وانت بتقعد، يعني ما فيهوش كلام ما فيهوش اي حاجه. قال له معلش انا عايز اعيدها بس. لما جه يقعد قالها الساعه. لما قالها الساعه في تفاصيل بيبان ايه بقى، بيقول لك انا بيوريك الاختلاف ما بينه وما بين الشخص اللي قام. انا بقى شخصيه مختلفه، يعني شخصيه صعبه، انا جبار. ايوه يعني عايز يورينا ان هو هيبقى الله يرحمه كان بيهتم بالتفاصيل جدا. وعلى فكره المخرج حقيقي ناجح دلوقتي، واللي هتلاقي عليه نسبه مشاهده عاليه، اي عمل دلوقتي لما بتلاقي عليه نسبه مشاهده، لما تلاقي المخرج بيهتم بالتفاصيل، يعني ما بيهتمش از نجم تفاصيل، يعني اي واحد بيجي عند الشاشه ده ايه قصته، فتبتدي انت كمشاهده متفاعله جدا مع العمل، ده مين وده مين وده مين وده مين وده مين، فالتفاصيل دلوقتي بقت مهمه جدا. فعشان كده نرجع نقول ان الواحد لما بيجي له دور لازم يذاكره كويس جدا. ده اكيد طبعا، ده مهم جدا فعلا، هيضيف لك كويس قوي، هيخلي المشاهد يحبك جدا فعلا. ومن اهم ادوات الفنان ان هو طول الوقت يكون بيتدرب، لانه زيه زي لعيب الكوره بالظبط، يعني لو قعد ما اشتغلش على نفسه بيصدي، يعني حسيسه ومشاعره بتصدي فعلا. لانه من ضمن الادوات دي ايه تاني يا كريم، غير ان انت فعلا تقعد تذاكر كويس قوي وتعمل تفاصيل ولازمات للدور اللي انت بتعمله، ايه تاني الادوات المهمه للفنان؟ بالنسبه غير انك انت تذاكري الدور، انك تبقى دايما طول ما انت قاعده حاولي تقري شويه، تحاولي تشوفي شخصيات مختلفه، لازم تكون مطلع يعني جدا. لازم تشوفي الشخصيات طول ما انت بتتمشي، بتشوفي الشخصيات وتبتدي تتابعيها، عشان خاطر لما يجي لك الشخصيه دي تقدري تحطي تفاصيل بقت مختلفه. لما انت سالتيني انت نفسك تعمل دور ايه، اقدر اقول لك مثلا انا نفسي مش دور واحد، انا نفسي اعبر عن كل واحد، لان النهارده لما انت بتتفرجي على الشاشه بتلاقي حد هو زيك او بيعبر عنك، بتبقي متعاطفه معاه جدا. بس لما بيعبر عنك بشكل حقيقي مش شكل اوفر او شكل لازم هو الشكل الحقيقي بس. فده مهم جدا انه يذاكر، انه يشوف شخصيات كتيره، ان هو يقرا كتير، ده بيضيف جدا، ويتفرج على افلام كتير قوي. كل سنه وانت طيب يا كريم، وجود لك ان شاء الله الفتره اللي جايه، ومبروك على ظهورك المتميز في رمضان. وانا سعيده ان انت حققت يعني
حلمك ان انت لما ظهرت في رمضان ظهرت مع النجمين او العملين اللي انت كان نفسك تعمل فيهم؟ كل سنة وانت طيبة، وكل سنة والسادة المشاهدين طيبين، وإن شاء الله السنة دي تكون سنة سعيدة على كل المشاهدين، ويا رب اللي عنده حلم أو عنده أمنية تتحقق له بإذن الله. إن شاء الله. ميرسي يا كريم جدا. جدا. مشاهدينا بريك وهنرجع مرة تانية، لسه معانا فقرات تانية، استنونا في نهارك سعيد.